اسمع يا ابني، انت عشان تتجوز بنتي انت عرفت انا شروطي ايه؟ اكيد طبعا. في بدايه الشروط دي هيكون في طقم شرابات ومغطر للجو عشان الريحه اللي وصلت هنا دي. في ايه يا عم؟ ايه القرف ده؟ اول حاجه الشبكه بتاع بنتي 1.5 كيلو دهب ملسع بالالماس. كمل يا حاج، كمل يا حاج، كمل يا حاج، انا اللي عقلي هيلسع من ريحه رجلك. كمل. تاني حاجه الشقه اللي بنتي هتخش فيها تكون 357 متر. اشمعنى 357 متر يعني؟ يا حاج، يا حاج حرام عليك، ريحه رجلك هتموتني، ريحه بكابورت طالعه. انت حاسس بحاجه؟ انت عمال تطلب شويه طلبات ملهاش لازمه ورجلك ماتت اساسا. روحت فينها القرف ده، روحت فينها وتعالى. انا اعمل لك اللي انت عايزه بس يعني ارجوك بسرعه. ثانيا يا ابني، ايوه يا حاج. البرفان بتاعها من فرنسا. برفان؟ ايوه يا ابني. ايوه يا ابني طبعا من فرنسا. احنا عندنا هنا في البيت اجود انواع العطور. شكلك مش مصدقني. طيب هوريك بنفسي. شم. اصل صدق بالله ده جاني في عيد الحب انت وده راجل جاني في عيد ناقص. الميلاد. انت راجل ناقص. وانا غلطان ان انا دخلت بيتك عايز كيلو ونص ده مرصع بالالماظ. عيب يا ابني كده، عيب. ده راجل كبير قد ابوك برضه، عيب تقول له كده. بس بالفعل انا معاك ان هو راجل ناقص، بس ناقص نظافه.